الو. ايه يا حمدي؟ ايوه زنات. ايه؟ ها، جبت الطلبات اللي قلتلك عليها؟ ايوه، جبت الطماطم والجزر وجبت اللحمه وخرمتها حته حته. خرمتها؟ هي دي اللي خرمتها يا حمدي. اللحمه يا بنتي، انت مش كنت كاتبالي في ورقه الطلبات انك عايزه لحمه مخرومه؟ رحت للجزار اداني لحمه سليمه، قلت اخرمها لك باي حاجه. اه يا انا يا قلبي، هو في حاجه في الدنيا اسمها لحمه مخرومه؟ الله، مش انت اللي كاتبه في الورقه؟ والورقه معايا، عدد 1 كيلو لحمه مفرومه. لحمه مفرومه يا حمدي، لحمه مفرومه. ما سمعتش قبل كده عن اللحمه المفرومه؟ لا سمعت طبعا، بس انا كنت فاكر ان دي طريقه جديده من طرق الشيخ الشربيني. قصدك الشيف الشربيني يا حمدي، الشيف الشربيني. بس يعني بعقلك كده، يعني انا ممكن استخدم لحمه متشخرمه من كل حته في ايه؟ ويا ترى بقى خرمتها بايه سعادتك؟ دي اكيد باظت منك. لا ما تخافيش، انا جبت مبرد الضوافر بتاعك وعملت زي الاستاذ نبيل الحلفاوي في الطريق الى ايلات، وفضلت اخرم فيها حته حته والحمد لله ما كانش فيه اي خسائر. لا شاطر يا حمدي شاطر. وجبت ايه تاني؟ اشجيني. انت كنت كاتبه مكرونه مقصوصه وسباجيتي واقلام. جبت كيسين مكرونه مقصوصه و2 سباجيتي ودسه اقلام، بس صحيح مش كتير دسه اقلام. انت تعملي ايه بالاقلام دي كلها؟ هشخبط بيها على الايام السودة اللي عشتها معاك. هو البعيد ايه؟ مفيش فهم خالص؟ في يا زنات، هو انا قلت في ايه تاني؟ ابدا. هو انت بتغلط في حاجه يا غلطه عمري؟ انا كاتبه مكرونه مقصوصه وسباجيتي واقلام، يعني مكرونه اقلام. كان لازم تفهمها لوحدك، مش محتاجه فكاك عشان تشتري دسه اقلام للطبيخ. ويا ترى جبت ايه تاني فرحني يا اخرة صبري؟ جبت 4 صابونات بريحه وسلك مواعين وبريل. طب الحمد لله، اديك جبت طلب من غير ما تشغل مخك وتحط التاتش بتاعك. ما انت لو تثقي فيا شويه هبهرك. بس صحيح، انت هتشربي البريل ده ازاي؟ ده انا سمعت ان طعمه مر قوي. ها؟ هو ايه ده اللي طعمه مر يا حمدي؟ البريل اللي اشتريتهولك. هو انت جايب بريل بتاع الشرب عشان نغسل بيه المواعين؟ ايه ده؟ هو انت عايزه بريل لغسيل المواعين؟ انا كنت فاكرك عايزه تعملي غسيل معده. بقول لك ايه يا حمدي، انا كنت كاتبه في اخر الورقه اني عايزه سكينتين مطبخ وشويه اكياس. يا ترى جبتهم؟ بصراحه لقيت محل الادوات المنزليه قافل، قمت جبتلك مطوتين قرن غزال. انما ايه، هيعجبوكي قوي، بيفتحوا ويقفلوا توماتيكي، وهم نفس استخدام السكاكين. كويس قوي، هو ده المطلوب، هو ده. انا جايالك. بس انت كنت عايزه السكاكين والاكياس في ايه؟ اقفل يا حمدي، اقفل ولما اجي هتفهم. ماشي. صحيح، ما تنسيش تجيب معاكي زبادي بدل اللي انا اكلته، اصل بصراحه روحت جعان قوي فكانت سلطانيه الزبادي كلها. زبادي ايه يا حمدي؟ هو احنا من امتى بنجيب زبادي؟ امال ايه اللي كان في السلطانيه وكان متقطع جنبه خيار ده؟ بس تصدقي عندك حق، الزبادي بالخيار طعمه حلو قوي. ده مرطب لوشي يا حمدي، مرطب يا حبيبي. اقفل يا حمدي، اقفل. وباخد الولاد واديهم عند ماما، ولو حد سأل عليا يبقى اقول له اني عزلت ورفعت قضية خلع. وما تنساش تمسح رقم من عندك، قبل ما تجيلي المرة والكبد. صحيح، تصدقي نفسي في الكبدة. يا سلام لو تشوحي لنا حتتين وهي فرصة العيال هيروحوا عند امك، ناكل الكبدة ونحبس بالبريل ونرطب وشنا بالزبادي بالخيار.